كما ريت في الفيديو باش نحكي لك على 5 كتب عاونوني نعمل 10 ملايين في شهر. يمكن مش ديريكتومون على خاطر الحق كان جاي فما 5 كتب هكا اعطيني نقراهم 20 مره، لكن انديريكتومون عاونوني نعمل فلوس هذه. اذا كان ما تعرفنيش انا قصي صانع محتوى، نحكي على الفريلانس فول تايم فريلانسر، وعندي توا اجونس دو سيرفيس خاطر ما عادش وحدي كبرت ليكيبا، ندخل في تقريبا المونطون هذاك بلوز او موا كل شهر عاده بلوز. توا باش نحكي لك على ال5 كتب هذوما اللي كان لهم تاثير كبير على حياتي بيرسونيلمون. يمكن باش نحكي لك على حاجات بيرسونيل صحيح معناها من نظرتي انا، ولكن متاكد مهما كان النيفو اللي انت فيه الكتب هذوما قادرين يعاونوك على الاخر، يعلموك برشا حاجات. اذا كنت تحب تعمل فلوس بالنسبه لي انا اول كتاب لازمك تقراه، لازم يعطيك فكره على البزنس، على الفينانس، على العباد كيفاش تعمل فلوس. اللي اول كتاب انا قريته ريتش داد بور داد، اللي كان ريكومونداسيون من عند خويا، كتاب ريتش داد بور داد الاب الفقير الاب الغني باي روبرت كيوزاكي. الحق قبل ما ناخذه دخلت الامازون حبيت نقرا الريفيوز نتاعو. الريفيوز كانوا الكتاب هذا بدل لي حياتي، الكتاب هذا خلاني نعمل اكثر فلوس، الكتاب هذا كان له تاثير كبير على كاريري، واللي في وقتها قلت كيفاش كتاب فيه 250 صفحه ينجم يعمل هك. قريت الكتاب وحسيت اللي ما فيهوش المنفعه اللي يمكن نحكوا عليها العباد، وبشوي بشوي فهمت اللي بالحق كان له تاثير كبير على حياتي. ميمسي اللي روبرت كيوزاكي السيد هذاك حكى شوي على قصته، هو حكى شوي على ريل استيت، كان عنده نصائح من ذهب، اللي واحده منهم اللي ميمسي ما نمنش بها برشا لغته الرات ريس، انك امبوسيبل باش تولي غني بخدمتك من 9 ل 5، على خاطر مهما كان السالير نتاعو، خاصه اذا كان ما تعرفش تنفستي ساليرك وما تعرفش تصرف فلوسك، واللي حتى كان تعرف اغلبيه السالير هذاك باش يمشي في مصروفك في كريك في انت مصاريفك الشخصيه، ماكش باش تفضل فلوس، وحتى كان باش تفضل بالوقت حتى الانفستيسمون ماهوش باش يخليك حتى ترجع حقك بالوقت بالتضخم المالي. دونك لهنا بالنسبه لي انا ريتش داد بور داد كان لي بوابه باش اني نفهم ايش معناها بزنس، باش اني نفهم كيفاش نتعامل مع فلوسي، وباش اني نبدل تفكيري على الاخر. ومن وقتها ملي كنت نحب نولي انجينيور، نتخرج بعد 5 سنين نخدم شويه ونخرج نخدم لبرا، تبدل طريقي جمله، ولي انا تو كيما حكيت لكم عندي اجونس دو سيرفيس، نعمل في كونتنت ونعمل في حاجات اخرين، وعندي بزنس اخرين. لهنا كي نحكيو بزنس ونحكيو فلوس، بالنسبه لي انا العمله اللي اهم منها اللي هي الوقت. اللي وصلنا ثاني كتاب اللي هو 4 Hour Work Week باي تيم فيرس. معناها تخيل انت تخدم 4 سوايع في جمعه. لا، واللي كاتب الكتاب هذايا السيد هذايا شامبيون في الكيك بوكسينج، كان يرقص في التانجو، انتربرونور، كاتب بيست سيلر، معناها كاتب كتاب طياره على الاخر، وعامل برشا حاجات في عمر صغير. يعني تخيل انت تخدم كان 4 سوايع وتعمل الحاجات هذه، تحسها كذبه، تحسها حاجه كبيره برشا. ورغم ذلك الكتاب هذاك خلاني نتعدى من 200,000 في اول شهر كاريري، اللي نخدم في الفريلانس اللي هو نبيع في سيرفيس، تو نحكي عليه في نهار اخر، اني نوصل ندخل 6 ملايين ونص جوست ما بيناتهم شهر، من 200,000 ل 6 ملايين ونص بالتيبس اللي عطاهم هو، على خاطر فسر لك اللي 80% من الريزولتا اللي تعملها تجي من 20% من الخدمه. فرق ما بين انك تكون بيزي وانك تكون برودكتيف، يعني فرق بين انك تكون قاعد على الكرسي هاني نقرا ولا هاني نخدم ولا هاني نتعلم وانت مخك مشتت وماكش في الديب ورك، معناها مخك يخمم في حاجه اخرى. ريال تحسس في روحك اللي انت تخدم جست باش تبعد على الذنب هذاك، ولكن انت ماكش تعمل في الحاجات اللي تقدم بيك. دونك الكتاب هذا اللي كتبه تيم فيرس فيه برشا تريكس، فيه برشا تيبس عاونتني بيرسونيلمون وعاونت برشا دي زونتربرونور انهم يعرفوا يستغلوا الوقت. والحق تاع ربي حاليا في الاجونس دو سيرفيس نتاعي تنجم تقول اللي ما نقولش 4 اور ورك ويك، ولكن فاسيلمون نحط 2-3 كاو في النهار، والاجونس تخدم وندخل في مينيموم نجم نقولوا 10 ملايين كل شهر. ولهنا كي باش نحكيو فلوس، بالنسبه لي انا اهم سكيل اللي باش تدخلك فلوس اللي هي سيلز، انك تبيع. ولكن مع مهاره البيع فما حاجه ما اهم منها اللي هي الاوفرز. انا اذا كان عندك اوفر طياره ما تستحقش تكون تعرف تبيع. اللي وصلنا الكتاب نتاع أليكس هرموزي اللي هو 100 مليون اوفرز. الكتاب هذايا يسوى اكثر من 300 مليار توانسه، عنده ديجا شين يوتيوب اسمه أليكس هرموزي، تنجم تتفرج في الكونتون نتاعو اذا كان تفهم بالانجلي. السيد هذا ديجا الهيدلاين تاع الكتاب هاو تو ميك اوفرز سو جود people feel stupid saying no. ترجمتها كيفاش تعمل دي زوفر طياره على الاخر اللي العباد يحس روحه بين حاشاكم كان يقول لا. معناها تخيل انا كان نجيب لك فراري نقول لك بمليون، بيان سور باش تحسها بديش فلوس، وحتى كان ما عندكش الفلوس باش تتصرف وتجيب الفلوس هذيك اكزاكتومون، على خاطر لهنا ماهيش حكايه فلوس ولا سوم، على قد ما هي حكايه فالور. معناها غالي ولا رخيص ديما فما مقارنه بحاجه. واللي خلاني هذا نعمل اوفر في السيرفيس نتاعي في الحاجه اللي انا نخدم فيها، نعمل اوفر طياره على الاخر اللي اقل كليون نجم نقولوا ناخذ في 2-3 حتى 4 ملايين على الكليون الواحد. خلاني اني نبوزيشني الاوفر نتاعي اني نعمل اوفر متكامل اللي عاوني اني ندخل اكثر فلوس. دونك بالنسبه لي انا اذا كان يبدا عندك اوفر طياره ماكش مستحق انك تكون
طياره في البيع، لكن لازم يكون عندك المينيموم، على خاطر المينيموم هذايا يكون بازي على سوشيال سكيلز. وكيف باش نحكيو سوشيال سكيلز لازم يكون عندك المينيموم انك تعرف تكومونيكي، تعرف توصل معلومتك، تخلي العباد زاد تحبك. علاش لا؟ اللي وصلنا للكتاب الرابع اللي هو How to Win Friends and Influence People باي ديل كارنيكي ولا حاجه كيما هكا. الكتاب هذا فما عباد يقولوا لك اللي هو مانيبيولاسيون، كيفاش تضحك في وجه العبد وانت يمكن ما تحبوش ولا كذا. لا غلط، ما قالكش نافق العباد، ما قالكش اضحك في وجه عبد تكره، لكن علمك كيفاش تكون سوسيابل اكثر، علمك كيفاش تخلي العباد تفهمك، علمك كيفاش توصل معلومتك للعباد، كيفاش تسمعك العباد وبرشا حاجات كيما هكا. بالنسبه لي انا الكتاب هذايا كلاسيك لازمك تقراه، احكي لك على برشا حكايات نتاع رؤساء نتاع عباد واصلين شنو الحاجات اللي كانوا يعملوا فيهم. نعطيك اكزامبل صغير. احسن سوشيال سكيل تنجم تتعلمها انك تتعلم تسمع. جرب اقعد نهار مع صاحبك ولا اي انسان وخليه يحكي على روحه، اسمعه بالكدا، خليه يحكي على حكاياته، على شنو باش يعمل، على شنو يحب يعمل. والسيد هذاك وحده يعمل جو، على خاطر تحبه ولا تكره اكثر انسان يحبه الانسان وهو روحه. دونك انت كي تسمعه وهو يحكي على روحه وتكون بالحق انتريسي، حاول انك تساله دي كيستيون، جاوب على حاجات بيرسونيل. هذه حاجه تعلمتها غاديكا. سيد باش يعمل جو في الكونفرساسيون معك انت، ما تخليش كل شيء بازي عليك انت، كل شيء على انا نحب نحكي، انا نحب نوصل معلومتي. حاول انك تحكي لو مينيموم وتسمع لو ماكسيموم. الكتاب هذا اتس كلاسيك لازمك تقراه اذا كان تحب تتعلم شويه سوشيال سكيلز. صحيح قلت لكم الكتاب الرابع اللي ماهوش كتاب تاع مانيبيولاسيون، اما فما كتب تاع مانيبيولاسيون قريته 48 لوز اوف باور باي روبرت جرين. هذا كتاب يقولوا لي هما منعوه في السجون، منعوه في جون المانيا، منعوه في امريكا، كل مره واحد يحكي حكايه على خاطر كتاب تاع مانيبيولاسيون. صحيح كتاب تاع مانيبيولاسيون. لهنا نقول لك اذا راك اي حاجه تعملها خايبه لا ترجع لك ولا حتى بيا، خاصه الخايب نقولها لك بكل ثقه في النفس، على خاطر تحب ولا تكره هذيك هي الدنيا. دونك اول حاجه ما تستعملش الكتاب هذا لاغراض خايبه ما تضرش العباد، مي الكتاب هذا ينجم يعاونك انك تتفادى انها العباد تضرك. تحب ولا تكره الانسان ماهوش كيما هو يرى في روحه ولا انت تشوف فيه، فما برشا خيوبيه، فما بارتي خايبه، فما عباد اللي زيتان معناها عندهم بارتي خايبه اكثر من بارتي باهيه ويحبوا يضروا العباد. هنا لازمك تتفادى الحاجه هذه، خاصه اذا كان انت بديت تقدم، تعرف تبيع، تعرف كذا، دخلت في البزنس، دخلت في النتورك، بديت تعرف في برشا عباد، فما عباد تحب تضرك، تحبوا الى تكره. والحق تاع ربي هيك ما عنده بيك حتى سبب، ما ضريتوش، ما عملت له حتى شيء، مش يحب يضرك هيك. دونك انت لازمك تكون فايق باش تتفادى الحاجات هذه. الكتاب هذا فيه برشا حاجات تاع مانيبيولاسيون، تاع انك كيفاش تفرسي فكرتك، مش توصل تفرسي حتى فكرتك، كيفاش تخلي عباد تحبك وبطرق زاد مش بالضروره باهيه. هنا مش معناها ما تنجمش تتعلم منه حاجات باهيه، تنجم تتعلم منه برشا حاجات باهيه، ولكن زاد فيه حاجات اللي مش طياره. دونك بالنسبه لي انا اعرف شنو تستعمل وشنو ما تستعملش، ولكن اتس كلاسيك لازمك تقراه على خاطر برشا عباد باش تحب تاثر عليك بالخايب، باش تحب تستغلك. دونك 48 لوز اوف باور لازمك تقراه اذا كان تحب تتفادى المانيبيولاسيون. بالنسبه لي انا الخمسه الكتب هذوما كان لهم تاثير كبير على كاريري، عاونوني نعمل 10 من اللي حكيت عليهم. بالنسبه لي انا كل واحد وشنو الحاجات اللي ناقصهم، اذا كان انت تحس روحك ناقص في حاجه من الحوايج هذوما، حاول اختار كتاب اللي يتماشى مع الحاجه هذيك واقراه. ما تقراش كتب جوست باش تقرا كتب. كيما حكيت لكم فما فرق ما بين انك بيزي هاني نقرا، بين انك برودكتيف انا ضعيف في الحاجه هذيا نقرا كتاب على الحاجه هذيا. باش تقرا الكتاب هذايا عندك حلين، يا اما باش تقرا كوبي فيزيك ولا كوبي اونلاين. اونلاين تدخل تكتب اسم الكتاب، تزيد بي دي اف، ديما شيرشي باج الاولى الثانيه الثالثه يكون موجود الكتاب هذاك. ولا الاوبسيون الثانيه انك تشوف باج تطبع لك كوبي من الكتاب هذا، جينيرالمون ماهيش كوبي اوريجينال ولكن يعملوا لك طبعه قريبه شويه مش برشا الاصل. كيما الباج هذه تنجم تدخل عليها وتكماندي كتاب، عاده يتكلف في تونس بين 20 30 دينار حسب رقم الصفحات. بس خير لهنا فما برشا عباد يقولوا لي قصي كهو انا نمشي نقرا تلخيص من عند دوبامي كافيين نسمعهم ما نتفرجش فيهم على اليوتيوب وكهو هاني قريت الكتب هذو اللي انا ما نوافقكش مانيش معاك. علاش؟ على خاطر لهنا التلخيص نتاع الكتاب باش ينحي برشا 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 قصص وبرشا حكايات اللي انت تنجم تتعلم منهم، على خاطر الانتربريتاسيون حكمك وتلخيصك وفهمك للحكايه ولا الكونسيبت ماهوش بالضروره نفسه بالضبط الفهم نتاع السيد اللي خاص لك الكتاب. وعاده تنجم حتى يحكي لك حكايات تعيشهم انت في الدنيا اللي تعرف اكزاكتومون شنو تعمل. دونك بالنسبه لي انا عمري لنهار تفرجت في دوبامي كافيين نعرف برشا الناس يقولوا كيفاش قصاي، مي ساعات نحل فيديوهات مش تاعهم تاع عباد اخرين اللي نتفرج في التلخيص تاع الكتب، عاده يكونوا بالانجليزيه خاطر هذاك المحتوى اللي نحب نتفرج فيه. هنا قصي هل فما دي كوبي معناها بالعربيه خاطر ما فهمش بالانجلي، عاده ما فهمش برشا، فما اللي فاهم فما اللي لا. انت وزهرك حاول تعلم شويه الانجليزيه ولا حالم حتى اقرا بشوي بشوي وترجم وتتعلم. الكتب هذوما لازمك تقراهم اذا كنت تحب تقدم في حياتك. دونك لهنا اذا كنت تحب نزيد نعمل اكثر فيديوهات ما عليك كان تعمل سبسكرايب، خلينا نوصلوا ل 100,000 على لا، واعمل جيم على الفيديو نوصلوا 1000 جيم، نهبطوا ان شاء الله الجمعه الجايه فيديو اخر.